في مدينة باباري هيلز الأمريكية فيه 3 بنات مجتهدين الناس توقعوا ليهم مستقبل مشرق، واللي توقعوا لها بالنجاح هي تيبي، واللي توقعوا لها بالشهرة هي ليزا، واللي توقعوا لها بالإبداع هي شيلبي. وبعد ما البنات دي كبرت سابوا المدينة خلاص وافترقوا عن بعض. وعلى أحد الطرق موجود روب سايق على الطريق لمدة طويلة ومركز، وبيحب دايما سباقات السرعة وبيسابق باقي العربيات على الطريق. ومعاه البنت اللي الناس توقعوا ليها بالإبداع وهي شيلبي، راجعين من أجازتهم والطريق هادي والوقت متأخر، وروب وشيلبي بيحبوا بعض. ولكن فجأة وهم على الطريق بتكون فيها عربية غريبة مراقباهم، وروب يقول إنه ما يعرفهاش ولا حتى سابقها أصلا على الطريق. وتطمنه شيلبي وتقوله تخيل لو كانت العربية دي فيها سفاح. وفجأة بتظهر شاحنة تانية غريبة معاهم على الطريق، وهم كده بقوا 3 عربيات لوحدهم. وحس روب بالقلق، ولكنه لما شاف انه فيه محطة بنزين قريبة على الطريق توقع ان العربيتين اللي معاه دول متجهين ليها، وهو برضه هيضطر يوقف عند محطة البنزين عشان العربية بتاعته عايزة بنزين، وكمان عايز يعرف مين العربيتين اللي معاه دول على الطريق. ووصلوا لمحطة البنزين اللي الشاحنة ارشدتهم ليها، وحتى الان الاوضاع هادية. ويلاقي روب ان صاحب العربية اللي وراه هو دكتور واسمه بيرت، وسائق الشاحنة مراقبهم. وبيرت هو دكتور وعمال بيهزر مع روب وبيقول له نكت وكلام مش بيضحك، وروب زهق منه وضحك وخلاص عشان يسيبه ويمشي. وبيرت بس اللي بيضحك على نكته، ويقول لروب انه معهوش جهاز راديو وهو مش عارف طريق للخروج من هنا وحاسس انهم تاهوا. ولكن سمعهم سائق الشاحنة الغريبة ويقول لهم حاسس انكم بتتكلموا عليا، على العموم انا كوخي قريب من هنا في الغابة وهرشدكم لأقرب طريق للخروج من هنا. وحسوا انه طيب وهيتبعوه، وسابوا البنزينة وكملوا طريقهم للخروج من هنا. والغابة حواليهم قديمة والمكان هادئ ومش مطمئن ومفيش حد موجود خالص. وتقول شيلبي لروب انها شافت بنت في شاحنة الراجل الغريب محبوسة، ولكنه يطمنها انه راجل كويس والشاحنة قدامهم وعربية بيرت وراهم. ولقوا اشارة في الغابة ان المنطقة دي هي منطقة صيد، وكل ده ماشيين وراء سائق الشاحنة ولسه ما خرجوش من المكان. وفجأة تشوف شيلبي بنت محبوسة فعلا في الشاحنة وبتطلب منها المساعدة، وورقة المساعدة طارت على عربيتهم لأن البنت قدرت تحرر نفسها ونطت من الشاحنة خوفا من السائق السفاح المجنون. ولكن سائق الشاحنة هرب بسرعة وراحوا على البنت ولقوها لسه حية بس مصابة. وطلب بيرت وشيلبي من روب انه يتبع سائق الشاحنة ويعرف ارقام عربيته عشان يبلغوا عنه الشرطة. وروب سابهم، ولكنه فجأة على الطريق لقى الشاحنة اختفت ونزل يدور عليها وملقاش حاجة. ولكن فجأة الشاحنة نورت عليه وعملت له فخ، والسفاح ضل الروب وسابه وهرب وهيرجع من الطريق اللي جه منه. وعربية روب عجلتها غرزت في الارض ومش هيعرف يتبعه بسرعة. وبيرت وشيلبي مع الضحية تقول لهم على السفاح المتخصص في خطف البنات، وسابهم بيرت وهيجيب للضحية مسكن للآلام من عربيته. ولكنهم فجأة لقوا شاحنة السفاح رجعت لهم، ونجح روب بعد فترة يشغل العربية ويرجع لشيلبي. ولكنه لقى بيرت مغمى عليه وكان هيدوسه وعمل حادثة وعربيته عطلت. وبيرت يقول له السفاح رجع بشاحنته وخطف الضحية وكمان حبيبتك شيلبي، وهو ما قدرش يمنعه واغمى عليه. وركبوا عربية بيرت وراحوا يتبعوا السفاح للكوخ المعزول بتاعه في الغابة. ورغم إصابة الدكتور بيرت، ولكنه بيقول لروب انه هيروح يشتت السفاح ويحاول يقضي عليه ويحرر البنات. وروب لازم يستناه في العربية ويوصيه انه لو مات او حصل له حاجة لازم ياخد باله من عيلته واطفاله. وروب وافق ومستني في العربية، وبيرت هيتسلل للكوخ. ولكن وروب في عربية الدكتور بيرت يسمع صوت راديو، ويلاقي جهاز الراديو اللي بيرت في الاول قال انه معهوش راديو اصلا. وسمع صوت حد من وراه ولقاهم حبيبته شيلبي والبنت الضحية ميتة، والسفاح هو بيرت الدكتور وقتل سفاح البنات. وروب مش هيعرف يخرج من العربية لانها مقفولة عليه والمفاتيح مع بيرت، وقبض عليهم بعد ما ضللهم. وبتظهر تيبي اللي الناس توقعوا ليها النجاح، مجهزة نفسها لانها الليلة هتبقى في بيت عمتها لانها مش موجودة في البيت النهاردة. وفجأة لقت الباب مفتوح وقلقت على ولاد عمتها الولدين الصغيرين، ولكنهم عملوا ليها فخ وسابوا الباب مفتوح وهي هتبات معاهم الليلة. اكتر حاجة تيبي مستغربة منها انها لما دخلت البيت ما لقتش جليسة الاطفال بتاعتهم.
ودورت عليها في كل حتة وما لقيتش غير دمى المهرجين بس. وولاد عمتها قالوا لها ان جليسة الاطفال سابتهم ومشيت، وده طبعا غريب ومستحيل، ولكن طالما تيبي معاهم فهم كده في امان. والليل حل عليهم وبتفكر تيبي تكلم عمتها وتقول لها على ترك جليسة الاطفال للبيت، وسابت الاطفال لوحدهم كمان. وفجأة سمعت صوت من غرفة الاطفال وتطلب منهم يسكتوا ويستعدوا لوقت النوم، وشكل الليلة هادية وهتعدي عليها بسلام لحد ما عمتها توصل الصبح للبيت. وفجأة لقت تيبي الباب خبط وراحت تفتح وتلاقي شاب اسمه اوين بيسأل على حبيبته اللي هي مربية الاطفال في البيت اصلا، وقالت له انها ما شافتهاش من ساعة لما وصلت. واوين يقول لها انه مش لاقيها خالص وبيكلمها وما بتردش، وهو قلق عليها. وقبل ما يمشي يطلب من تيبي انها لو شافتها تخليها تكلمه، لانه المفروض كان يبقى عندهم حفلة تنكرية دلوقتي، وتيبي دلوقتي هتطلع لغرفتها اللي كلها مهرجين، ولكن المهرج الكبير اللي قدامها مسبب لها قلق، لانها عامة بتخاف من المهرجين الدمى الصغيرة من لما كان سنها صغير زمان، فما بالك بقى بالدمية الكبيرة دي. وما عندهاش غرفة تنام فيها غير دي، وراحت تقفل كل الابواب والشبابيك استعدادا لوقت النوم، لان الجو ممطر وعاصف الليلة. وراحت تجهز ولاد عمتها للنوم، ولكنها ما زالت بتسمع اصوات غريبة في البيت، وحاسة ان دمية المهرج الكبير مركزة عليها. وقبل ما تقفل الباب على الأطفال طلبوا منها تسيبه مفتوح لأنهم خايفين شوية. وتيبي مجبرة تنام في غرفة الضمة اللي كلها مهرجين، وفضولها خلاها تتأكد هل في حد ساكن دمية المهرج الكبيرة دي. والرعد والبرق خوفوها وتطمن نفسها، ولكنها فجأة لقت التلفزيون اشتغل لوحده، والغريبة ان الريموت في ايد الدمية بتاعت المهرج، فما اهتمتش يمكن تكون الكهرباء فيها مشاكل بسبب المطر. ولما نامت دمية المهرج راسها اتحركت، ولما صحيت تيبي على مكالمة عمتها ما خدتش بالها، وتطمن عمتها على الأطفال وتقول تيبي ليها إن دمية المهرج الكبيرة في البيت مسببة لها قلق، ولكن عمتها تقول لها إنها ما عندهاش أصلا دمى مهرجين في البيت. ودمية المهرج اتحركت، ولما بصت تيبي عليها تتفاجأ لما لقيتها اختفت، وما قدرتش تكمل المكالمة مع عمتها، ودخلت لغرفة الأطفال وقفلت الباب وهتحاول تحميهم من اللي بيحصل هنا. ويقولوا لها ان الدمية جات لهم الصبح وقالت انها عايزة تلعب معاهم، وهي كمان اللي قالت لهم ان جليسة الاطفال مشيت. والسفاح المهرج بيكسر عليهم الباب، وهم تصدوا ليه وهجمت تيبي عليه عشان توفر فرصة للاطفال للهرب من الشباك ويكلموا الشرطة بسرعة ويروحوا للجيران. وكمان تيبي نطت من الشباك وهربت من السفاح المهرج، وهتروح لمخزن البيت عشان تستخبى وتحاول تلاقي اي سلاح تحمي نفسها بيه من السفاح المهرج. ولما راحت على دولاب المعدات لقت جثة جليسة الأطفال وقعت عليها، وكمان السفاح جالها وحاصرها. وعلى حظها لما أغمى عليها الشرطة وصلت ونقلوها للقسم، وهي ما بتردش عليهم بسبب صدمتها من السفاح المهرج، وهم كده للأسف مش هيقدروا يساعدوها. وتيبي بتفتكر ذكريات طفولتها لما كانت مع أصدقائها ليزا وشيلبي وصديقهم فرانك وضحكته الغريبة، وجابوا لتيبي دكتورة نفسية عشان تهدي من صدمتها وخوفها وتحاول تفهم منها ايه اللي حصل. والدكتورة النفسية تقول لها ان اصدقائها ليزا وشيلبي وفرانك مختفين، وهي كمان عارفة تاريخهم في مدينة باباري هيلز، وحاسة ان اللي هجم عليها هو نفسه اللي خطف اصدقائها. وليزا يا صديقي قبل ما تتخطف كانت في الكازينو مع صديقتها المقربة كات، وليزا هتكمل سهر في الحفلة على عكس صديقتها كات اللي هتمشي وتقول لها انها مش هترجع للفندق اللي هي عايشة فيه، هي هتحصلها على البيت بتاعها وهتقابلها هناك. وافقت ليزا، وبعد ما قابلت حبيبها الدكتور دون ورجعت ليزا لبيتها، ولكنها ما لقيتش صديقتها كات خالص، رغم انها قالت لها انها تحصلها على هناك. حتى لما كلمتها على التليفون ما ردتش عليها. وقلقت ليزا اكتر لما لقت الصبح حل، وكل ده وكات لم تظهر. وكات طول عمرها بتقول لصديقتها ليزا على كل تحركاتها، فقررت ليزا تروح تسأل عليها في الفندق اللي عايشة فيه، وهو فندق مخصص للطلبة اللي جايين من خارج المدينة وبيقعدوا فيه بمبلغ مالي مخفض جدا. والفندق ده قديم جدا وقلقانة ليزا منه، ولكنها مضطرة انها تدخله عشان تسأل وتطمن
تطمن على كات، وكده كده دون مستنيها بره. ولما رنت الجرس اكتر من مرة جالها صاحب المكان ويقول لها مفيش غرف متاحة ويطلب منها تمشي. ولما سألته ليزا عن كات ما ردش عليها وقفل في وشها، وهي استغربت وقلقت وقررت انها تفضل حوالين المكان يمكن كات تظهر. وبعد ساعة من المراقبة تقول لدون انهم مش ملاحظين اي حد خالص بيدخل او بيخرج من الفندق اللي المفروض انه فيه طلبة كتير، وطول الوقت بابه مقفول وفي حاجة غلط بتحصل جوه. ولكن دون يطمنها، ولكنها تقول له انه ممكن يستغل رخصته من وزارة الصحة ويحاول يدخل جوه بحجة التأكد من صحة المكان، وبالمرة يطمن على صديقتها كات ويتأكد من اللي بيحصل جوه في الفندق. ووافق. وفعلا لما راح دون يخبط على الباب صاحب الفندق رحب بيه، خصوصا لما تأكد من رخصته الطبية. ولكن صاحب الفندق مستغرب ان دون قال له انه تلقى شكوى من احد الجيران بخصوص الفندق، وده لان الفندق اصلا في مكان معزول ما فيهوش حد. وصاحب الفندق شكله غريب، وراح دون يتأكد من الفندق ويدور على كات. وانبهر دون من الآثار التاريخية القديمة والغالية في المكان، ويطلب صاحب الفندق منه يشغل الآلة الموسيقية دي لانها هتديله هدية. ولما شغلها دون وهو منتظر الهدية، تمثال الآلة الموسيقية تحول من وجه طيب لوجه شرير، وحدف آلة حد على دون ومات، وصاحب الفندق وقعه في الفخ. والليل حل على ليزا، وكل ده دون ما خرجش من الفندق حتى لما كلمته ما لقيتش منه رد. وكده هو وصديقتها كات مختفين. فانتهزت فرصة فتح صاحب الفندق للباب للتأكد من المكان بالليل، واستغربت لما لاحظت وجود دم على هدومه، وتسللت من وراه وهو مش واخد باله، ونجحت انها تدخل للفندق للبحث عن كات. ولكنها ما لقيتش حد خالص ولا حتى لقت دون. ولكن فجأة لقت بنت غريبة ظهرت وتقول لها ان صاحب الفندق شرير وما بيسمحش ليهم يخرجوا، وهو كمان قتل الكل، وهي ما شافتش ولا كات ولا دون. وراحت ليزا تستخبى بسرعة لما سمعت صوت السفاح بيقرب عليها، وهي مستخبية حاولت تكلم دون على التليفون، ولكن لقت حد جنبها مدفون في مرتبة السرير، وهي كات صديقتها المقربة. ولقت ليزا جثث كتيرة جدا في المكان مدفونة في السراير، وحاولت تحرر صديقتها كات، ولكنها شافت دم على حذاء البنت الغريبة، وده لانها السفاح وضللها وبكل سهولة كمان قبض عليها. والقصة يا صديقي ان الثلاث بنات دول تيبي وشيلبي وليزا ما كانوش بس هم اشهر اطفال في مدينة باباري هيلز الامريكية، كان فيه صديق رابع ليهم اسمه فرانك، كان مجنون وسلوكه عنيف وبيضحك على اذية الغير بحجة انها ممتعة بالنسبة له. فقبضوا عليه وحبسوه في مصحة نفسية لعلاجه، وصنفوه انه خطير على البشر. وكان بيحب تيبي جدا ومتضايق منها هي وليزا وشيلبي انهم كانوا اصدقائه وما سألوش عليه خالص ولا اهتموا بيه، بالعكس دول كانوا بيأذوه وبيتريقوا عليه. ولما كبر فرانك هرب من المصحة النفسية وهينتقم من الثلاث بنات دول. وهو يا صديقي كان الدكتور بيرت في الاول اللي خطف شيلبي وقتل حبيبها روب، وكان كمان السفاح المهرج اللي هجم على تيبي وقتل جليسة الأطفال، وهو كمان كان صاحب الفندق، وكمان هو كان البنت الغريبة اللي قبض على ليزا وقتل حبيبها دون وكمان صديقتها كات. والدكتورة النفسية خلاص هتسيب تيبي لأنها ما خدتش معلومات منها تساعدها، وهي كانت بتعالج فرانك قبل ما يهرب من المصحة النفسية ويختفي كمان. وخرجت من المكان للبحث عن شبكة في تليفونها، ولقت تيبي إن في حاجة مراقباها خلف الزجاج العازل، وفيه فعلا كاميرات بتصورها. ولقت تيبي كمان الباب مفتوح ليها، والكارثة انها لقت نفسها في مكان غريب وهي مش في اسم الشرطة اصلا، ولقت كاميرات وغرف تعذيب في كل مكان. ولقت الدكتورة النفسية مقتولة والشرطي موجود، فتروح عليه لإنقاذها، ولكنه فرانك المجنون اللي قتل دكتورته وهيجري ورا تيبي وهيقتلها. ولما جريت منه لقت نفسها اتحبست في مكان زجاجي، وليزا وشيلبي حواليها مشوهين ومربوطين، والسفاح مستمتع. والفكرة ان جسمهم المشوه هو مجرد جلد صناعي هو هيعمل شكله بجد على جسمهم دلوقتي. ولكن فكرت تيبي بذكاء، وبما ان فرانك كان عايز الناس تضحك على الحاجات المجنونة اللي بيعملها، فشدته ليها بضحكتها وفتح لها الباب الزجاجي عشان تنضم ليه في تعذيب ليزا وشيلبي. ولكنها ضللته وهجمت عليه وحررت ليزا وشيلبي. ولكن لما يحاولوا يهربوا السفاح قتل ليزا خلاص، وجريت شيلبي وتيبي وبيحاولوا يلاقوا مخرج
مخرج، والمخرج الوحيد هو السلالم اللي هتطلعهم لفوق، ولكن السفاح متبعهم ومش هيسيبهم يهربوا منه وهم احياء. ومسك شيلبي من رجلها من على السلم ووقعت نفسها معاه عشان تقتله وتدي فرصة لتيبي انها تهرب من المكان المرعب ده اللي مكانه تحت الارض. وحزينة على اصدقائها اللي لما كبروا انفصلوا عن بعض بعد ما كانوا اصدقاء مقربين جدا في طفولتهم. ولقت تيبي نفسها في مكان غريب اكنه غرفة منفصلة عن المكان، ولقت المصعد اشتغل وده معناه ان السفاح لسه حي وهيطلع لها، ومش عارفة تهرب من المكان خالص وراحت استخبت في غرفة تانية، ولقت وراها قناع المهرج المرعب وخافت منه، ولكنها المفروض تخاف من فرانك المجنون اكتر لانه حاصرها وبيضحك عليها من عين الباب السحرية. والغرفة دي هي منفصلة عن المكان وهي جزء من عربيته اللي خطفها فيها. ولكن فجأة العربية عطلت وفكرت تيبي تقضي على السفاح ازاي، ولقت الأداة الحادة اللي كسر عليها بيها الباب لما كانت في بيت عمتها في الأول، وتوقعت ان السفاح هيبص لها من العين السحرية وهيضحك عليها كالعادة، فحضرت الأداة الحادة، وأول لما بص عليها من العين السحرية هجمت عليه وقتلته. وده بقى ممتع بالنسبة لها دلوقتي وهتهرب من المكان، والذكريات دي مش هتنساها بالساهل. وبسبب المجنون العنيف فرانك هي خسرت كل أصدقائها القدماء شيلبي وليزا. بس كده يا شباب، دي نهاية الملخص.